كله كان عمال يسال على حاجات ليها علاقه بالتمريض، في الاخر هو جبت لكم حد تمريض ما شاء الله. بس هي الفرق الوحيد ان هي مولوده ومتربيه هنا، بس خريجه كليه تمريض، وهي هتشرح لنا كل حاجه ليها علاقه بالتمريض هنا. افريج سالري بتاع التمريض هنا كام؟ احنا هنا في التمريض في حاجتين، registered nurse والpractical nurse. فدي بتفرق. registered nurse بيبقى 4 سنين دراسة في الجامعة، practical nurse بتبقى 2 سنين في كلية أو المعهد. salary بتبقى 80k starting around للRN و 50 to 60k a year للPN. زي الRPN ده يبقى RN. في عندنا bridging programs، فده بيبقى عبارة عن 2 سنين أو مثلا 18 شهر 20 شهر. هو بياخد extra courses وكده يغطي الحاجات اللي هو ما خدهاش the first time، وبعدين ياخد الامتحان اللي هو NCLEX RN بدل NCLEX practical nurse، وبعدين ياخد الرخصة عادي. لو في حد مثلا انترناشونال جاي من بره، ايه الهيئه اللي مسؤوله عن هو تديله فكره بقى انه امتحان اللي هياخده، انه ورق اللي هيتعمل له المعادله، الكلام ده؟ في اكبر حاجه اللي هي النقابه اللي هي College of Nurses of Ontario. اي حد هيشتغل في تمريض في كندا لازم يبقى عنده ابلكيشن عليها، اللي هي في الاخر اللي هتدي لك الرخصه. في حاجه اسمها the National Nursing Assessment Service، دي انت ممكن تحط عليها كل الورق بتاعك، اتخرجت من فين، طب اشتغلت فين، كل الحاجات دي بيست على كده هتدي لك 3 اوبشنز. اول اوبشن تجهز ان انت تاخد الانكلكس من اولها، هتقدم تاخد الامتحان تاخد الرخصه وتشتغل. لازم طبعا تبقى permanent resident و legal resident ايا كان. تاني اوبشن ممكن تشتغل as an RPN، ساعتها هتاخد الانكلكس بس البراكتيكال نيرس. تالت اوبشن انت لا مش كفايه، لازم تاخد بريدجنج كورس عشان تقدر تشتغل اي حاجه في كندا. التكلفه بتاعه الابلكيشن بكام والامتحان كمان بكام؟ الابلكيشن بتاع CNO ده اي حد هيعمله ده $400. الامتحان برضو بيبقى 475 حاجه كده، ده امتحان الانكلكس سواء اعتقد RPN او RN. في اكزام كمان ده اللي بيبقى ليجل اكزام، ده $30. اوبن بوك حاجه سهله جدا انها تتعمل. وغير كده عشان تقعد ترينيو اللايسنس كل سنه اعتقد $400 برضو، او لو انت you're not practicing يعني عندك رخصه مش هتستخدمها بيبقى $70.